أكثر فيلم يعني تأثرت به من صدق فيلم دموع في ليلة زفاف. كانت الموضوع القصة بالأصل هي أنه تنطي الشخص الأب أو الأم ينطي ثقته الأشخاص مو مستحقين الثقة، يخونون الثقة مالته. يعني كانت كلش قصة اجتماعية وتأثر. يعني أول شيء تذكرت مال سعاد حسني أميرة حبي أنا أول حلو. فيلم. اصلا حتى اغانيه حلوه الفيلم. اي يعني فيلم حلو لطيف ربيعي يعني حلو. أنا أحب فشي يعني عندي ذكريات حلوة بها. اوكي. مسرحية الواد سيد الشغال. اموت عليها. يعني عنده اكو مقطع بيه هذا من يقول شي يربخ ومن يريدون يزود. بيه ذكريات حلوة يعني. كان كل عيد يعني كنا ويا حسام خطية يعني كنا نقعد نشوف، فلازم يعني عندنا هذا موجود. ومسلسل العطار 7 بنات. العطار حلو. كلش أحبه يعني قصتها حلوة. تحكي عن معنى الوفاء. أحب الأفلام الغنائية القديمة، فأحب فيلم معبودة الجماهير مال شادية وعبد الحليم. الله إيه. يحبه. واكو همينة عدة أفلام، أكو فيلم اسمه عودة الابن الضال همينة. ما أدري مين تغني بيه ماجدة الرومي بس ما أتذكر بالضبط يعني الشخصيات. إيه هشام سليم وماجدة الرومي همينة. إيه حلو. فيلم حلو كلش. انا ما ادري ماجدة الرومي ممثله. إيه حلو الفيلم أحبه. من المسلسلات حبي اي لن أعيش في جلباب أبي، والمسرحية الولد سيد الشغال. حلو. أحب يعني مسلسل سنوات الضياع لميس الفيلم، سنوات الضياع والقصة تقريبا كلكم تعرفوها. اي عارفه. يعني قد هسه ما ما بدي اشوفها. اي قد ما نشوفها يعني شلون مثلا نعيش في جلباب أبي، من المسلسلات اللي دائما نشوفها. ومن الافلام انا احب هذا الفيلم ولو حزين يعني حرب طروادة، بس اي يعني بس يعني قصة يعني خاصة للاب الضحي فاحبها يعني. سيد مكاوي كلها انا راح اجاوب عليها. ام كلثوم. ام كلثوم صدق والله طعم كلثوم حبيبي. نقصش بس الجفيه وخلاص. ام كلثوم كل افلام ومسلسلات. من المسلسلات احب يعني مو احبها بس حلوه يعني مال بكيزه وزغلول. حلو. اصلا ضحك كلش. الرايه البيضاء من يصير حلوه اختار واحد قديمه. يصير انا اختار مسلسلات. الرايه البيضاء كلش حلوه. المسلسلات اللي كلش احبها ومو بس اني الكل يحبها مسلسل هند صبري عايزه اتجوز. مسلسل عربي احب الشهد والدموع كلش احبه. حلو. كل مره يقول لنا نعيد نشوفه. حلو. زين يا جزء تحبي اكثر؟ الاول والثاني؟ لا ثاني.